بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن قواتنا المسلحة الجنوبية. يا أبناء شعبنا في الداخل والخارج، إننا وإذ ننفي ما يروج له الإعلام المعادي من إشاعات زائفة، لنؤكد ثبات قواتكم المسلحة على كافة مسرح عملية المستقبل الواعد في حضرموت والمهرة، واستكمال كافة أهدافها في قطع شرايين تهريب السلاح للميليشيات الحوثية ودك أوكار التنظيمات الإرهابية وإسقاط مظلتها الإخوانية ووقف العبث والاستنزاف بثروات شعبنا في حضرموت. يا أبناء شعبنا الجنوبي العظيم، نود في هذا البيان توضيح ما يلي: إن أبناءكم وإخوانكم أبطال قواتنا المسلحة يواصلون أداء مهامهم في حماية الوطن ومكتسباته والذود عن أمنه واستقراره، والإطلاع بدورهم كشريك فاعل في تعزيز استقرار المنطقة والأمن والسلام الدوليين. إنه انطلاقا من حرصنا على إنجاح جهود الأشقاء في التحالف، وبما يحفظ المكتسبات المتحققة في تأمين كامل تراب وطننا الجنوب العزيز، فقد بدأت اليوم عملية إشراك زملائنا الجنوبيين في قوات درع الوطن الجنوبية للإطلاع بمسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق قواتنا المسلحة، جنبا إلى جنب مع إخوانهم من منتسبي كافة تشكيلات قواتنا المسلحة الجنوبية. وبناء على ذلك، فقد أعيد اليوم تموضع اللواء الأول درع الوطن في منطقة ثمود، وسيعقبه إعادة تموضع وحدات أخرى من قوات درع الوطن في منطقة رماح ومناطق أخرى في محافظتي حضرموت والمهرة، وفقا لما تم الاتفاق عليه، وبما يضمن أن قواتنا المسلحة الجنوبية بكافة قطاعاتها قد أمنت كافة ترابنا الوطني. تؤكد قواتكم المسلحة الجنوبية أن هذا التنظيم والانتشار يأتي وفق توجيهات قيادتنا السياسية العليا، ممثلة بالرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، وفي سياق حرصنا على التعاطي مع الجهود المشكورة للأشقاء في التحالف، وبما يضمن أمن وسلامة الجنوب عامة وحضرموت والمهرة خاصة. الرحمة والخلود للشهداء الأبرار، الشفاء العاجل للجرحى، المجد لوطننا الجنوب، الشموخ لقواته المسلحة الجنوبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.